هذه الزياره الميدانيه للفريق للمشروع ديال القطار الفائق السرعه. وبحال اللي لاحظتوا فالحمد لله نسبه الاشغال جد متقدمه، لا فيما يخص البنيه التحتيه ولا المنشات الفنيه بحال اللي لاحظتوا، لا فيما يخص المنشات السككيه، لا بحال اللي لاحظتوا فحاليا بدينا تقريبا الوضع ديال السكه واللي كانوا تقريبا كيلومتر كل يوم. كذلك الاشغال ديال التجارب ديال القطار في الخط الكلاسيكي ما بين سلا والقنيطره هي على قدم وساق، على اساس بان نبداو في التجارب ب 320 كم في الساعه ابتداء من القنيطره في اتجاه طنجه في فبراير 2017، وننتهي ان شاء الله من الاشغال في اواخر 2017، على اساس انه من بعد نقوموا بواحد المجموعه ديال التجارب ديال لومولوغاسيون في الاسدس الاول 2018، ويكون التشغيل تجاري في الاواسط ديال 2018. حاليا فالمشروع خلق تقريبا 30 مليون يوم عمل. هناك تقريبا 90% ديال الشركات اللي ديال البنيه التحتيه هي شركات مغربيه، ومع العلم ان الكلفه ديال البنيه التحتيه كتفوق 50% الكلفه الاجماليه ديال المشروع. في البروجي عندنا 10 ديال 12 ديال لي فيادوك ديال لونغور توتال ديال 10 كيلومتر. حنا كنتواجدوا هنا في منطقه العريش، بالضبط في منطقه اللوكوس، على واد اللوكوس اللي كنصوبوا فوقها واحد القنطرات كنسميوها بنفس الاسم ديال الواد اللي قنطرات واد اللوكوس. هذه القنطره هذه تيبلغ الطول ديالها 2300 متر، بدات الاشغال ديالها تقريبا هذه 14 شهر، وغادي يتم الانجاز ديالها بالكامل في 3 الاشهر المقبله، يعني تقريبا 15 شهر 7. هذه القنطره هذه مهمه بزاف للمشروع، لان هي اللي غتحل لنا الباب باش نكمل الاشغال ديالي حتى لطنجه، لان الاشغال بين قنيطره حتى اللوكوس تقريبا 100 كيلومتر راه غاديه مزيان، وبدينا كنحطوا السكه والكتينه في هذيك الميزان، وهذه ان شاء الله غادي نبداو في شهر 7 نبداو عاوتاني نكملوا حتى لجهه طنجه ان شاء الله.